السلام عليكم. رسميا نقدروا نقولوا مبروك البطوله لنهضه بركان. فريق نهضه بركان ما بين مؤيد ومعارض. المعارض يقول لك من اين لك هذا وكيفاش هذه الفرقه من سبونسور اللي عادي انهم كيجيبوا انتدابات اللي بمبالغ اللي كبيره. يقول لك هذه الامكانيات اللي كتشوف بها هذه الفرقه ليست بالامكانيات ديال الفرق اللي منافسينها، يعني الوداد والرجاء والجيش الملكي. والمؤيدين يقول ان هذا الفريق خدم على المدى البعيد وكيكون فرقه والناس خدامه على شغلها. نهضروا على فريق النهضه البركانيه هو الاول. هذا الفريق اللي صراحه عنده تركيبه بشريه اللي قويه، وحتى المدرب اللي عندهم اللي قوي. الا قلنا الصراحه فانهم كيستحقوا انهم يتوجوا بالبطوله الوطنيه هذا الموسم. عرفتي علاش؟ حيت المنافسين المباشرين ديالهم ربحوهم اللي هي الوداد والرجاء وكذلك الجيش الملكي. ديما ولفنا ان البوديوم فيه الوداد والجيش والرجاء. ونهضة بركان نقدروا نقارنوها بالفريق المصري بيراميدز، فريق اللي حديث التأسيس واللي حاليا ديما كتلقى مشارك في العصبة وكذلك في الاتحاد الافريقي. نهضة بركان عندها اشكال واحد اللي جميع المغاربه كيطعنوا فيه، شنو هما المداخيل ديال هذه الفرقه؟ واش من داك السبونسور انهم كيجيبوا هاد اللعابه، مع العلم ان اللعابه اللي كتجيب بركان هما مبالغ اللي كبيره. عموما كشكلا ومضمونا ففريق النهضه البركانيه حاليا كيقدم مستويات اللي كبيره مع المدرب التونسي معين الشعباني. ولكن مع بروز النهضه البركانيه نقدروا نقولوا ان الوداد والرجاء تراجع لهم الاداء ديالهم. واش هادشي التاثير ديالو هو التوهج ديال فريق النهضه البركانيه او اللاعبين؟ اي لاعب كيتمنى انه يمشي نهضه بركان على فريق الوداد والرجاء من اجل الماديات؟ بكل امانه ففريق النهضه البركانيه هذه مده هما خدامين واحد البروجي ديال المدى البعيد. اول حاجه نافسوا عليها هي كاس العرش والدواء، ثاني حاجه نافسوا عليها هي الكونفدراليه والدواء، وثالث حاجه تينافسوا عليها هي البطوله الوطنيه وقريبه تحقق لهم. واش نقدروا نشوفوا ان النهضه البركانيه الموسم القادم ينافسوا على عصبه الابطال الافريقيه؟ واش هذا الاستقرار غادي يبقى مع فريق نهضه بركان او موجه عابره؟ صراحه الشارع المغربي ما بين مؤيد ومعارض. انت اللي كتفرج فيا، واش نهضة بركان تستحق انها تتوج بالبطولة الوطنية هذه السنة او كاينين عوامل اللي خلاوها انها دير البطولة؟ مع العلم ان الاكثرية ديالنا كنعرفوا ان البطولة الوطنية ديما كيكون التنافس ما بين الوداد والرجاء والجيش الملكي. بكل امانة انت الا قلت لك اعطيني من واحد حتى ل10 النسبة اللي يستحق بها فريق النهضة البركانية لقب البطولة، شحال تعطيه؟